يسوي فل بريك ويعطي فل انجن، والطيارة تمشي كذا تطلع زي الصاروخ كذا فوق. ما شاء الله. فعشان يتفادى الرصاص اللي حول ممكن المطار. انه يجي. نعم. وكلهم سعوديين. تصور الأخلاء عندنا. كنا في استراحة، اتصل بي المرحوم الله يرحمه أستاذنا وقائدنا كان اللي هو كتاب، قال أبغاك في الحال في مهمة في اليمن. نزلنا بالمطار، طبعا كان فيه شغب أو شيء، فتعرضت طيارتنا لإطلاق نار. حادثة تفجير جامع دار الرئاسة التي وقعت في يونيو عام 2011 كان منفذوها يهدفون لاغتيال الرئيس اليمني وقتها علي عبد الله صالح، إلا أنه نجا من موت محقق عندما أرسلت له المملكة العربية السعودية طائرة خاصة. المهم نزلنا ورحنا شفنا المريض، وكانت قعدت حوالي 72 ساعة ما في نوم، ومفاوضات، ويجي وفد، جاء وفد أمريكي قال له الشانس انك تعيش زيرو، ورفضوهم مشوا. جاء كمية وفود. هم نفس الشيء، أطباء ومن جنسيات مختلفة. يعرضون أنهم ممكن يسوون العمليات. فبعضهم قال لا، هو كان حوالي 70% والحروق انها يعني في الحنجرة والرئة. ففعلا يعني أنا كنت أشوف أن الشانس أنه يعيش طبيا مرة ضئيلة. فكانت التوجيهات أن نحاول نقدم اللي نقدر عليه داخل اليمن. مريت المستشفيات اللي في اليمن في صنعاء ما في شيء أبد. فبلغت المسؤولين عندنا أنه الشانس أنه يعيش زيرو في اليمن، لكن ممكن احنا ننقله وممكن هي في الطريق، يعني ما نضمن يوصل حي، لكن كل ما أسرعنا أفضل. أعطينا علاجات تساعد على عدم تورم الحنجرة والقصبة الهوائية، ومضادات ومغذيات. هو كان في وعي وقتها ولا؟ واعي، يتكلم معي، وكان اللي حوله ما يبغونه يطلع. الأمور سياسية ما لي دخل فيها، ما يبغون يطلع إنه صار، ما يبغونه يترك اليمن إيه يبغونه يبقى في اليمن. هو كان أصر وقال أنا معك، أنا ما خلاص بروح السعودية. كلمك أنت شخصيا؟ إيه. فقلت له خلاص أنا بطلع المطار، جهز طيارتنا، كان أساس، وركبنا بمصفحة ودخلنا بحواري. لما وصلنا المطار تعرف كيف الانتقال، بس لحظة انتقال من مستشفى في اليمن ما هو إلى مستشفى، المطار؟ ما كان في مستشفى، كان في عيادة في وزارة الدفاع. مصفحة جيب ركبونا به ودخل، ما خذينا الطريق الرئيسي، دخلونا بحواري. المهم وصل. بصراحة أنا تحية للطيارين طبعا عشان الخوف من إطلاق النار. أنا أول مرة أسمع الترم هذا، يسمونه vertical take off، ما أدري تعرفونه ولا لا؟ لا. هذا ركبنا حنا والرئيس اليمني والتيم اللي معي. قال الطيار يعني يبغى لكم تربيط اكسترا زيادة. ليه؟ قال عشان المدرج ما نبغى نوصله، فيسوي فل بريك ويعطي فل انجن، والطيارة تمشي كذا تطلع زي الصاروخ كذا فوق. ما شاء الله. فعشان يتفادى الرصاص اللي حول المطار. ممكن انه يجي. نعم. وكلهم سعوديين. تصور الأخلاء عندنا. ما شاء الله. ايوه والله. والطاقم. المهم وصلنا كان في احد مع مرافق له؟ كان فيه اخوه واحد من عياله. نعم. عاد اثناء الرحله شرح لي وش صار وكذا. واول ما وصلنا سبحان الله له يوم، بعد ما وصلنا بساعه هي أرستد، توقف عند النسم وذا، وسوينا له انعاش. وكان معنا دكتور برضه رئيس التخدير اسمه الدكتور راشد العتيبي، قام بالواجب، وحطينا له انبوب حق اطفال. خلاص. وبعدين سوينا له اكثر من 20 عمليه. 20 عمليه. ازاله شظايا، عمليه ترميم، قصه طويله صراحه.
طيب 20 عملية تم إجراءها؟ أكثر والله. أكثر. خلال كم المدة اللي جلستوا؟ والله ما يعني يمكن أكثر من 6 شهور. نعم. بعد خروجه هل كان في مراجعات ودوريات؟ كم مرة رحت مرات كثيرة، وكان يجينا برضو للمتابعة. كنت في بلد عظيم، ما هو عظيم بس شوي عظيم. الظروف والله العظيم لما نشوف الطائرات كيف مجهزة. نعم. المستشفيات، البنية التحتية.